أهمية المصنع الاقتصادية خلت كل القيادات السياسية في تاريخ مصر الحديث بتتعامل مع المصنع معاملة خاصة جدا، ومعظمهم قاموا بزيارته أكتر من مرة. التقديمة العظيمة دي والحواديت اللي مش بتخلص خلتني عندي حب استطلاع رهيب أشوف العظمة اللي بتحصل جوه المصنع. من أول هنا هنبتدي نشوف مراحل الإنتاج اللي كنا بنتكلم عليها، القطن بعد ما يجي لنا من المحلج إزاي نوصله للإند برودكت. هنشوف كل البروسيس اللي احنا بنتكلم عليها، هنشوفها بالتفصيل، يعني يمكن جوه كل مصنع هنشوف نشاط بحيث نقدر نستوعب الفكرة بتاعة الصناعة ديت شغالة إزاي. يمكن زي ما احنا شايفين دوت اول تعامل للمكنه مع الخامه بتاعتنا اللي جايه اللي هي القطن. احنا بنرص بلات القطن اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفينها كده، وبيبتدي جهاز البلاندومات دوت يبتدي يخلط كل الكلام دوت عشان يقلل الاختلافات، ويبتدي عن طريق المواسير اللي احنا شايفينها دي بننقل القطن جوه المضارب اللي بتبتدي تضرب القطن عشان توقع منه القشره والبذور واي شوائب جايه مع القطن، بحيث نضمن ان هو داخل على المرحله اللي بعد كده نكون نظفناه من كل الكلام ده. هنشوف دلوقتي علشان تتصور ان احنا الكام مضرب اللي عدى فيهم القطن طلعوا لنا شوائب قد ايه. بس انا حاسس ان هو مفيش شوائب، يعني هو ما شاء الله لونه ابيض وجميل اهو دي الصدمه بقى اللي انت هتتصدمها دلوقتي، ان دهيت الشوائب اللي طالعه من القطن علشان يكون نظيف وعلشان نقدر ننقله للمرحله اللي بعد كده. كل ده جوه القطن كده؟ كل دوت جوه القطن واحنا مش شايفينه. هنا القطن اللي احنا طلعناه بعد ما شلنا منه كل الشوائب، وانت شايف شكله بقى عامل ازاي، وكده بقى جاهز ان احنا نبتدي نخش في المراحل اللي بعد كده. متهيألي كان ليك تعليق عليه. ده ما شاء الله جميل، ده عامل زي غاز البنات بالظبط، جاهز ان احنا نبتدي نسحبه بعد ما حولناه لشريط. ده تحس ان انت عايز تاكله. تخيل بقى دي مرحله التمشيط، لو مشيت ايدك كده متهيألي هتحس بفرق. طبعا انا كنت فاكر ان هناك ده احلى حاجه، ده عمال الموضوع عمال يبقى انعم فانعم. اقول لك المفاجاه بقى ان مرحله التمشيط دي كمان بنطلع منها عوادم ممكن نبص عليها. ايوه طبعا، يعني اللي احنا شفناه هناك الحلو قوي غزل البنات ده بيطلع منه عوادم. بيطلع منه العوادم ديت اللي احنا بنعمل لها ريسايكل جوه نفس المصنع علشان نقدر نعمل غزل اسمه الاوبن اند اللي كلنا بنستخدمه في البناطيل الجينز، وده المكون الاساسي ليه. فاحنا كل مرحله بنستفيد بالعدم بتاعها لحد ما نقدر نعيد صناعته ونزود قيمه مضافه على ده ونقلل الكوست بتاعنا. يعني بس انا عمري ما اتخيل ان ده عادم، يعني دي حاجه تخيل بقى ان ده عادم، يعني ده وش القفص بقى. دي احلى حاجه، لسه هنشوف. اوكي. نسحب بقى ال8 شرايط اللي طلعوا لنا زي ما انت شايفهم هنا كده علشان نحسن ونقلل الاختلافات اللي موجوده ما بين بكره والثانيه من بكر او اسطوانه التمشيط اللي طلع ده. بنسحب ال8 شرايط دول ونطلع بيهم شريط واحد، ده اللي هيبقى جاهز ان احنا نروح بيه لمرحله البرد. اوكي اتفضل يلا بينا. مرحله بتسلم مرحله. احنا هنا وصلنا للمرحله اللي قبل النهائيه اللي احنا بنحصل فيها على المبروم بتاعنا اللي موجود على البكره بتاعتنا او البوبين بتاعنا اللي بننقله نوصل بيه للغزل. حلو قوي، يعني احنا اخدنا الشرايط اللي طلعت وبنجمع 8 منهم برضو عشان يطلع لنا ده. 8 في 1 خليك فاكرها. ايوه يعني 8 في 8 في 8 في 8 يطلعوا لنا في الاخر المبروم بتاعنا اللي احنا هنوصل بيه في الاخر لكونة الغزل او لبوبينة الغزل اللي هنجمعها وتبقى كونه، وده المنتج النهائي بتاعنا اللي احنا عاملينه حسب المواصفات. حلو، يعني دي المرحله اللي قبل النهائيه، بعد كده يبقى قطع على طول. مرحله الامطار الاخيره زي ما بيقولوا، اللي احنا هنروح للمنتج النهائي بتاعنا. يلا بينا.